السلام عليكم. اليوم عندنا تفصيل لتصميم جديد فستان بنوتة عمرها تقريبا 18-19. اختارت أول شي هذا اللون. هو مو لون أزرق. هو لون تقريبا من درجات الأخضر، يجي شي درجات الأزرق كلش حلو. استخدمنا قماش الأورجانزا. أخذت وياي الموديل، هو يكون بالبداية يعني من فوق عدل، ومن جوا يكون كلش ببف. النفشة اللي موجودة تحتاج إلى كثير من القماش حتى تصير يعني كبيرة، فاحتاجينا إلى تقريبا 7 مترات من الأورجانزا. وطبعا الصدر همينا فوق الستن همينا غلفته بالأورجانزا نفسه اللي بالنفشة، حتى شنو يصير عندي لون واحد للفستان. القماش اللي احتاجيته هو أورجانزا، وتولها ما احتاجيت، وضفت الستن إله. بعد ما أني ضفت هاي المكون يعني الأقمشة حضرتها. أول شي حضرت الكورساج. جبت القياس. فحضرت التقوية وتدعيم للقماش للستان. بعدها أني قصقصته كويته رتبته. بعدها ضفت إلى هاي الأورجانزا طبقتين ضفت لها. طبعا ليش؟ حتى اللون يكون بالضبط نفس التنورة يجي. بعدين أنا راح أجيب الماكينة، وبالماكينة راح أثبت حتى يكون عندي قطعة واحدة، لأن انتو تعرفون الكورساج يتكون من عدة قطع، فكل قطعة أني راح أخليها تكون وحدها كاملة. يعني مدعمة من اللاصق من الستان، من طبقتين من الأورجانزا، يعني تقريبا 4 طبقات، كل طبقة تاخذ. أي طريقة خياطة تكون لقماش ويا قماش، القماش الزلق هو اللي يكون على الأرض، يعني على الأرض مال الماكينة. القماش الواقف يكون فوق. ليش؟ حتى ما يتزحلق عندنا. طبعا أنا هنا راح أكمله كله وش قد ما تقدرون يكون على الحافة. بعدين راح نقص الزايد كلته، وبعدين راح نلصق طبعا الواحد باثنين وثلاثة وأربعة كامل حتى يصير عندنا كورساج، وبعدين نكمله كامل. وشوفوا التفاصيل حتكون عندكم موجودة كاملة. بس هي نادلها دقة كلش، واللي يحب دورات تعليمية أكيد يتواصل معنا على كل مواقع التواصل الاجتماعي عندي موجود، وأكيد بأسهل الطرق أعلمكم إياها، وبدون حتى ما تستخدمون أرقام ولا قياسات كلش متعبة، يعني شي كلش سهل. احنا اختصاص جليتر، اختصاص بدلات فقط. فكمل الفيديو وتشوفوا الجمال اللي راح يطلع. هسه كملت عندنا هاي القطعة كامل بعد ما قصيناها. طبعا راح اكمل لك كل القطع بنفس الطريقة حتى يصير عندنا شي واحد. طبعا كلش حبة الزبونة وتشكرتني كلش عليه، وهذا من فضل الله أكيد. هاي هنا شوفوا شلون يكون على المانيكان. هاي التول همين اللي استخدمته، طبعا كلش كسرته كلش تعبت بيها، بس أنا هنا قطعت لكم الفيديو. وهنا الأورجنزا همينة ثبتها اللي هي برا، وهنا رادة الموديل يكون على على الكتف. يكون هيجي مثل الفيونكة تسويه، فسوينا له اياه الحمد لله مثل ما رادت. شوفوا ايش قد قماش راح. هسه بعدها نهز الماكينة شوية ونشوفكم شنو صار. شوفوا ايش قد حلو صار. هسه هاي عندنا الكورساج كامل صار. طبعا هنا راح اترككم هي النتيجة اللي طلعت الحلوة. طبعا تاخذ وقت كلش كثير. وعدنا التصميم، اي كان تصميم فستان او بدلة اطفال او كبار، كله يكون تم خلال اسبوع زمان يتم التسليم. اي خطأ بالتصميم، اي خطأ، اي يعني ما عجبكم قياس، اي شي كله يتعدل
وإحنا الممنونين من عندكم. أترككم ويا هاي التفاصيل الجميلة للفستان الحلو. ولا تنسون أيضا تسوون اشتراك ولايك ومشاركة للفيديو إذا حبيتوا. تحياتي.